بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله معادنا مع مراجعة لمنهج شهر مارس أو اختبار شهر مارس. طبعا بيكون الاختبار في شكل مجموعتين. المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة، وده عبارة عن سؤالين، والمجموعة التانية بتكون عبارة عن أجب عما يلي اللي هي الأسئلة المقالية، ودول بيكونوا 4 أسئلة. يلا نبدأ مع بعض إن شاء الله في النموذج الأول ونشوف الأسئلة اللي عندنا. السؤال الأولاني بيقول لي أي مما يأتي يساوي -4 لكل أس كام 3. مادام الأساس عدد سالب نبص على الأس زوجي ولا فردي. طبعا التلاتة عدد فردي، يبقى إذا الناتج هيكون سالب. مادام الأساس سالب بص على الأس، لو زوجي يبقى الناتج موجب، فردي يبقى الناتج سالب. 4 أس 3 يعني الأربعة تتضرب في نفسها 3 مرات. 4 في 4 في 4 ب64، يبقى الإجابة -64 اللي هي رقم د. أي مما يأتي هو تحويل العدد 73 من مليون من الصورة القياسية إلى الصيغة العلمية. عشان أحوله إلى الصيغة العلمية يبقى أنا عايز الإيه، افتكر معايا كده، إيه في 10 أس إن، حيث إيه هو عدد أكبر من أو يساوي 1. ده في القيمة المطلقة بتاعته أكبر من أو يساوي 1، أقل من 10. يبقى هننقل العلامة لحد ما نيجي هنا بين السبعة ومين والتلاتة، يبقى 7.3 أهو أقل من 10 وأكبر من 1. في 10 أس كام بقى يا شباب؟ يلا نركز مع بعض كده. يعني العلامة دي 1 2 3 4 5. طيب أنا متجه جهة اليمين، يبقى كده إيه؟ أس سالب 5. أس سالب 5 يبقى 7.3 في 10 أس سالب 5. مكعب حجمه يساوي مكعب حجمه يساوي x أس 6 وحدة مكعبة. اوجد مجموع أطوال أحرفه إذا كانت x بتساوي كام؟ بتساوي 10. مع بعض كده واحدة واحدة. حجم المكعب x أس 6. طيب الحجم كنا بنقول طول الحرف أس 3. طب هنا مديني الحجم، يبقى هنعمل العكس، الجذر التكعيبي. يبقى هنقول طول الحرف بيساوي جذر التكعيبي لمين يا شباب؟ لإكس أس 6. طبعا هنقسم الستة على 3، يبقى بيساوي إكس أس 2. يساوي إكس أس 2. ده طول الحرف إكس أس 2. إكس أس 2 يعني بكام؟ خلي بالك قال لك اوجد مجموع أطوال أحرفه إذا كانت إكس ب10. يبقى 10 أس 2. 10 أس 2 يبقى بيساوي 10 أس 2 طبعا بكام يا ولاد؟ ب100. يبقى إذا طول الحرف 100. أنا عايز مجموع أطوال أحرفه، وله كم حرف؟ المكعب له 12 حرف، وطبعا متساويين، يبقى هنقول له 100 في 12. يبقى 100، يبقى مجموع أطوال أحرفه بيساوي 12 في 100، يبقى بتساوي 1200 سنتيمتر. 1200 سنتيمتر. تاني مديني الحجم، يبقى أنا أقدر أجيب طول الحرف، لأن حجم المكعب طول الحرف أس 3، يعني طول حرف في نفسه في نفسه. العملية العكسية بتاعتها اخد الجذر التكعيبي. يبقى الجذر التكعيبي الاكس أس 6 اقسم ال6 على 3 يبقى إكس أس 2. طب إذا كانت الإكس ب10 يبقى 10 أس 2 بكام؟ ب100. يبقى ده طول الحرف الواحد. طيب هو عايز مجموع أحرفه، هو له كام حرف؟ له 12 حرف متساويين، يبقى طول الحرف في 12، يبقى 12 في 100 ب1200 سنتيمتر. السؤال التاني بيقول لي اوجد في زد مجموعة حل المعادلة
يلا نكتب المعادلة مع بعض ونشوف هنحلها ازاي. اكس أس 3 زائد 26 بيساوي -1. قلنا قبل كده من المرحلة الابتدائية إن حل المعادلات بيعتمد على العمليات العكسية. يعتمد على العمليات العكسية أو خواص التساوي. إيه خواص التساوي؟ أنا عندي هنا كفة دي أو الطرف ده يساوي الطرف ده. يبقى لو أنا هنا حذفت 26 يبقى أحذف هنا 26. يبقى أنا هضيف -26 في الطرفين. ليه يا مستر اضيف -26 في الطرفين؟ عشان اخلص من دي اهو، عدد ومعكوس. يبقى لي اكس اس 3 بتساوي -27. انا عايز اكس مش عايز اكس اس 3، يبقى ناخد الجذر التكعيبي للطرفين. يبقى اكس بتساوي جذر التكعيبي للسالب 27 يديني -3. يبقى مجموعة الحل في زد بتساوي مجموعة الحل في زد بتساوي زد اللي هي أولاد الأعداد الصحيحة -3. تمام؟ طيب تعالوا ندخل على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي اوجد خارج قسمة ما يلي علما بأن المقسوم عليه لا يساوي صفر. أس 2 زائد 9 إكس زائد 20 على إكس زائد 4. ركز معايا، موضوع الاسم يا جماعه ما هو صعب. بنقسم اول حد اللي هو اكس اس 2 على اول حد. يبقى اكس اس 2 على اكس اس 2 هيديني كام؟ ايوه هنا الاساس متشابه، نطرح الاسس يبقى يديني اكس. 2 ناقص 1 بواحد، ما بنكتبش الواحد. هنضرب ده هنا يبقى اكس في اكس باكس اس 2 زائد اكس في 4 ب 4 اكس. خلي بالك ان عمليه القسمه هي نفس الاجراءات اللي كنا بنتعلمها في قسمه الاعداد في المرحله الابتدائيه. اقسم، اضرب، اطرح، انزل باللي عليه الدور. تبعت الخطوات دي هتحل اي مساله. يبقى انا قسمت اكس اس 2 على اكس طلعت باكس، ضربت اكس في المقسوم عليه اهي اكس اس 2 زائد 4 اكس. هنطرح بقى. طب عشان اطرح هعمل ايه؟ هغير الاشارات بتاع المطروح، ادي هنا تبقى سالب وهنا موجب تبقى سالب، وناخد خط ونطرح يا شباب. ده عدد ومعكوس يروحوا مع بعض. هنا موجب وهنا سالب، ناخد الشرط الكبير موجب ما بنكتبهاش بدل في الاول. يبقى 9 ناقص 4 يبقى 5 اكس زائد، انزل بالعشرين. برضو هناخد الاولاني هنا، هنرجع نكرر بقى تاني. هناخد الاولاني هنا نقسمه 5 اكس على اكس، هيبقى 5 على 1 فيها الخمسة، واكس تروح مع اكس. اضرب الخمسة هنا، 5 في اكس بخمسة اكس زائد 5 في 4 ب20. هنطرح، غير الاشارات يبقى هنا سالب وهنا سالب، عدد ومعكوسه يروحوا مع بعض وعدد ومعكوسه يروحوا مع بعض، صفرت المسألة، خلصت. يبقى الناتج اكس زائد 5. الناتج اكس زائد 5 هو ده ناتج القسمة. طب يا مستر انا عايز اتأكد انا حليت صح ولا غلط. روح اضرب المقسوم عليه في خارج القسمة اهي، يلا نعملها. المقسوم عليه اللي هو اكس زائد 4 في خارج القسمة اللي هو اكس زائد 5. ها، ده ضرب، ده مكون من حدين وده مكون من حدين، هيديني ضرب بمجرد النظر، هيديني مقدار مكون من 3 حدود او كثيرة حدود تكون من 3 حدود. الاول عبارة عن الاول في الاول يبقى اكس في اكس باكس اس 2. طيب الاخير عبارة عن ايه؟ الاخير في الاخير يبقى 4 في 5 بكام؟ ب20. فاضل لي الحد الاوسط. الحد الاوسط عبارة عن حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين، او بنقولها كده كوبري كبير كوبري صغير. يبقى اكس في 5 بخمسة اكس، وهنا 4 في اكس ب4 اكس، هنجمعهم يديني 9
اكس، وهو ده المقسوم. يبقى المقسوم عليه في خارج القسمة اداني المقسوم، يبقى انا كده اتأكدت ان انا حليت صح. نيجي على السؤال الاخير. شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين 15 سنتي و7 سنتي وارتفاعه 8 سنتي. اوجد ما يلي. طول قاعدة المتوسطة. رقم ألف، القاعدة المتوسطة بتساوي إيه يا شباب؟ نص مجموع القاعدتين. يعني هقول له 15 زائد 7 على 2، يبقى بتساوي 15 و7 22 على 2 يديني 11 سنتي. رقم ب، مساحته، مساحة شبه المنحرف بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع. القاعدة المتوسطة في الايه؟ في الارتفاع، او نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. هي طبعا. يبقى هنقول له ايه؟ هنقول له 11 اللي هي القاعدة المتوسطة في الارتفاع اللي هو كام؟ 8، يبقى بتساوي 88 سنتيمتر مربع. كده يا شباب انتهى النموذج الأول. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، وإن شاء الله مع نماذج أخرى. واللي عنده أي سؤال تقدر تكتب لي أو تبعت لي على الواتس، وإحنا إن شاء الله نحله مع بعض. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.